لما تقشفر معاك ما تشغلش بالك، هنعمل وجبه تسد معاك تقصر وقت وتلخص وتقرب بينا المسافات. بس عشان البركه تحل نصلي على الحبيب وندعي الام والامواتنا بالرحمه، واللايك هاتوا في ايديك ونبدا في سرد الاحداث. كوبايه ونص رز مصري ناخدهم غسله ونسيبهم يصفوا. هتقول لي وبعدين هقول لك يا اخي ليه مستعجل. هنجيب الكبه وننزل فيهم بنص كيلو طماطم ونضربهم ضرب مبرح عشان المستعجل مش صابر علينا. ونجيب البطاطس سواء العادي او البيبي اللي بالمناسبه ارخص وانسب للاكله دي عشان حلوه في نفسها وفي قطمه بتتزفلط. نديهم التقشيره والغسله المحترمه وهم كمان يتصفوا على ما نحضر طاستنا وننزل بشويه زيت يسخن وندحرج فيهم البطاطس يتشوح. قد ايه يا ابو الجوارح؟ هقول لك 5 دقايق مع التقليب لحد ما ياخد اللسوعه على الجنبين. نرفع على مصفى يتصفى، ولو الزيت زياده ننقص منه حبتين يتشالوا مع زيت التحمير اللي متخزن لوقت اللزوم. عشان ننزل بعد كده ببصله مفرومه تتقدح وتدخل في الكرمله. ننزل بالطماطم اللي اتهرت في ضربها وننزل عليهم بمعلقتين هريسه خليجيه من صنع ايديا هقول لكم عليه بس قدام شويه. ونديله تقليب ونسيبه 5 يدخل في البقبقه والدحرجه بس مش كتير. بعد غلوتين هننزل عليهم بالبطاطس مع معلقه ملح وفلفل اسود وكمون وتقليب، وننزل عليهم بالرز ونزود شويه ميه مغليه بس لحد ما يا دوب يغطي مش اكتر، عشان هي الميه زادت مني سيكه وخليتها في الاخر تعجن مني حبه. وده اعتراف وجب اني اقوله لاني صريح زي ما صرحتي هتفكرك باللايك لو نسيت. وكالعاده يا ساده بفكرك بخصم 5% على اي منتج من منتجات تاتش الزنوكي من خلال موقعهم الرسمي، وده لما تستخدم الكود اللي ظاهر قدامك. وبالنسبه للرز هيتعامل معامله الرز العادي، اول ما يتشرب نهدي النار عليه تماما لحد ما يدخل في التسويه ونقفل عليه يكمل تسويته بالبخار. وده خلاني احضر كمان معاه شويه سلطه خضراء بقالي كتير ما عملتهوش وكتير بنهمل فيه لكن بنفتكره وقت اللزوم. لكن افتكر كمان انها حتى وان ضاقت بيك ولقيت قدامك حاجه تسد جوعك بيها، افتكر ان في حواليك حالهم اصعب واشد ومش لاقيين حتى اللي بين ايديه. ندعي ربنا يوسع رزقهم ويكرمنا باللي نفسنا فيه اللهم. اما عن سر الهريسه الخليجيه اللي اقدر اقول عليها اجمل ما عملت ايديا فكانت طريقتها كالاتي، وركز معايا شويه. هنحتاج معانا كل ما هو احمر فلفل رومي على نص كيلو طماطم وبالتاكيد هريسه يعني وحوح اللي بيشقلب حياتنا وبواسرنا، ونردم كله مع احزاننا في قلب كبتنا وننزل عليهم بمعلقه الملح والكمون والفلفل الاسود والثوم بودره والزعتر العرايشي اللي هيتكتب جنب اسمي بعد كده. وتركايه مني مرقه خضار فوريه، بلاش مرقه لحمه او دجاج زي ما هيقولوا لك عليه يعني. وعشان تزيد اللهيب نزود شويه الهريسه العاديه على ليمونه بقشرها لكن مغسوله بالتاكيد قبلها. وادعك الكل في بعضه لكن من غير هري وطحن، احنا عايزينهم تكتلات في قلب بعض. قوام بيقول لك انزل عوم فيه، بس احنا هنكمل التركايه للاخر عشان نظبط الاداء. هناخد بصله نفرمها سريعا وفي قلب الطاسه مع شويه زيت نقدحها ونشوحها، واول ما تدخل في الكرمله نقلب الحلو على وشها. شايفين القوام والرقه والدلال؟ مش محتاجه مننا غير تقلبتين ونغطي عليهم حبتين ياخدوا بس غلوه واحده على نار هاديه مش اكتر. هتحسها بتغني لك يا ابو الجوارح انت الكرش جارح. ومعاك كده هريسه تاكلها تغميسه او تحلي بيها وش اكله سريعه او حتى تضيفها على اكله تخليها محوحه بنت لذيذ. وبالمناسبه الرز مش ناسينه، بس اللايك عشان الاشعارات توصل لغيرك وتساعدنا نكبر وسط العيله. والاكله كانت جميله مش محتاجه اوصف لك كم الرقه اللي كانت فيها. انا محتاج واحد كماله حقيقي. وما يغركش الوحوحه، ايوه كانت في منتهى. هي ما تجيش الا كده، اقسم بالله خد قلبي. بسم الله. مش هرد عليه، مش عايز، مش قادر. انا اقسم بالله بقى لي فتره طويله جدا ما اكلتش بالطعامه ولا بالشراهه. فبألف هنا وشفا على قلبي وعلى قلب كل اللي قرب وجرب، وعلى الحبيب صلى والامواتنا دعا بالرحمه اللهم. وفي الختام ايها الساده الكرام مش ناقص بس غير التفاعل لو نسيت عشان ده مهم جدا. مساء الزبده على الجميع.